أثرت إلغاء عرض حلقة الفنانة مها أبو عوف من برنامج المقالب رامز بيلعب بالنار بعدما قامت قناة MBC التنويه عنها من قبل. تساؤلات الجمهور حول السبب الحقيقي وراء منع الحلقة. الفنانة مها أبو عوف لم تكن الأولى، في خلال المواسم السابقة أيضا والتي تحمل الاسم نفسه مع اختلاف المقلب كانت تمنع بعض الحلقات الفنانين مع اختلاف السبب، فبعضهم كان يمنعها بنفسه وآخرون كانوا يكتشفون المقلب قبل بدايته من الأساس. ونستعرض خلال هذا الفيديو أبرز تلك الحلقات التي منعت من العرض في سلسلة مقالب رامز جلال. مها أبو عوف. أثار تراجع قناة MBC عن عرض حلقة الفنانة مها أبو عوف في برنامج رامز بيلعب بالنار يوم الجمعة الماضية، يتم استبدالها بحلقة الفنان صابر الرباعي الكثير من التكهنات حول معرفة سبب منع الحلقة. وأفادت بعض التقارير الصحفية أن الفنانة نفسها هي من رفضت عرض الحلقة بسبب إصابتها بأزمة صحية ونفسية على أثر اندلاع النيران وشعورها بالخوف والرعب، مما جعلها ترفض تماما أن يتم إذاعة حلقتها، والتي أكدت أنه في حال عرض الحلقة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها. آثار الحكيم. ربما كانت حلقة الفنانة آثار الحكيم أبرزهم، فلم يتوقف الأمر عند القضاء والحكم بوقف عرض حلقتها في برنامج المقالب رامز قرش البحر، لكنها خرجت في الإعلام لتؤكد أن ما حدث لها هو تحرش نفسيا وعصبيا مع سبق الإصرار والترصد، وأنها تعرضت لمخطط إجرامي من فريق برنامج يعاني من الانفلات الأخلاقي. وأضافت آثار في حوار لها ببرنامج في الميدان على فضائية التحرير قائلة: رامز جلال وفريق برنامجه ركبوا لي القرون لمدة 5 أيام واستخدموا معايا النصب والكذب. رامز رد على اعتماد آثار الحكيم وقال: اصطرفت من خلال برامجي هيفاء وهبي ولم أتحرش بها، وفي النهاية اتهموني بالتحرش بآثار الحكيم. أحمد حلمي. وقد تعرضت الأنباء التي تفيد بوقوع الفنان أحمد حلمي في فخ رامز جلال ببرنامج رامز وكيل الجو، وأن حلقته ممنوعة من العرض، ليخرج حلمي وينفي ذلك الأمر. وكان حلمي نشر على صفحته على فيسبوك صورة لإعلان لفيديو يحمل عنوانا حصريا: شاهد حلقة حلمي في برنامج رامز وكيل الجو الممنوعة من العرض، وعلق عليها حلمي قائلا: اللي في الصورة دي خبر كاذب، محذرا من الدخول على اللينك أو الإصابة فيروس. صافي ناز. قبل حلقتها في رامز وكيل الجو لم يعرف الكثيرون أن الفنانة والراقصة الاستعراضية صافي ناز كانت أحد ضيوف برنامج رامز قرش البحر الذي عرض قبل العام الماضي. وعلق رامز خلال أحد تصريحاته الصحفية بأنه تم إلغاء حلقتي الراقصة صافي ناز والمطرب الشعبي محمود الليثي لمعرفتهم أن البرنامج مقلب من أحد العاملين في الشاطئ، مشيرا أنه أمر بإلغاء الحلقتين، مؤكدا أن جميع من شاركوا وظهروا في الحلقات لم يكن لديهم علم مسبق بطبيعة البرنامج. أحلام. فشل الفنان ومنفذ برامج المقالب رامز جلال في تنفيذ المقلب هذا العام مع الفنانة الإماراتية أحلام، حيث كشفت الأخيرة في تدوينة سخرت بها من فشل الفنان رامز جلال في تنفيذ أحد مقالبه فيها للمرة الثانية على التوالي. قالت أحلام في تدوينتها: رامز جلال كان غيرك أشطر يا حبيبي. لم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها أحلام مقلب رامز العام الماضي قبل نصف ساعة فقط من بداية التصوير، وكتبت تدوينة قالت فيها: قبل نصف ساعة من التصوير مع رامز اكتشفت اللعب، وبعد ما عملت مكياج وكل شيء الحمد لله كان ذبحت أنا. وأضافت: بس برضه بحبك أنت أخويا، بس يا ويلك إذا قربت مني. واعترف أيضا رامز جلال بفشله في إيقاع أحلام ضمن ضحايا برنامجه الجديد رامز بيلعب بالنار، وأكد أثناء استضافته في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر: أنا نفسي أعمل فيها مقلب، بس هي عندها فريق مخابرات قوي جدا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.